هو العيد ايه غير كحكاية ناعمة تاكليها تدوب في بقك مع كوباية الشاي بتاعتك. عملنا النهاردة الكحك الناعم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، نقشته ثابتة عليه من غير ما تسيح في الفرن. كمان الحشو بتاعه هيفضل طري من جوه وسايح ونايح كده في نفسه، زي ما انتوا شايفين كده. طعمه كان حلو جدا، ولا على البارد ولا على السخن، عملناه بحاجة كده في النص، ويبقى كده تاكلي الكحكاية وتاخدي التانية من غير ما يحمى على قلبك ولا يبقى تقيل ولا الكلام ده كله. ما تيجوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. بس اول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة هجهز الحشو بتاعي. عندي هنا حشوة الملبن، عندي نص كيلو من الملبن، حطيت عليه معلقة كده صغيرة من السمنة البلدي، وبدأت ان انا اعجن الملبن مع السمنة كويس قوي. وجبت بقى المكسرات بتاعتي المتاح عندك، انا استخدمت عين جمل وبندق. لو مش حابة تستخدمي مكسرات خالص الغيها، المتاح بالنسبة لك تقدري تستخدميه. جبت كده الكورة بتاعت الملبن، حطيت جواها نوع المكسرات اللي انا عايزاه، وبدأت ان انا اقفل عليه واكورها تاني، بحيث احط الحشوة بتاعتي الملبن مع المكسرات كلها على بعض جوه العجينة. عندي كمان حشوة عجوة، جبت ربع كيلو من العجوة كده، وضفت عليه معلقة صغيرة من السمنة البلدي، كمان ضفت عليه معلقتين كبار من السمسم المحمص. عجنت العجوة بتاعتي كويس قوي مع السمسم والسمنة، وبعدين هبتدي ان انا اصبعه. انا بحب اعملها طويلة لاني بحب اميز اللي محشي عجوة بشكل واللي محشي ملبن بشكل تاني. برضو نفس الحكاية، اخدت قطعة من العجوة حطيت جواها البندقية، وبدأت ان انا اصبحها كده صوابع صغيرة جدا رفيعة قد نواة البلح بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. البندق مع العجوة بيبقى طعمه حلو جدا جدا. تمام، وعين الجمل بتبقى حلوة جدا مع الملبن. عملت كده الحشوات بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ركنتها على جنب في التلاجة. هاجي بقى للسمنة بتاعتي. انا هنا هستخدم سمنة بلدي، ودي كانت السمنة البلدي اللي كنت عملتها معاكم قبل كده. هستخدم هنا كيلو 100 من السمنة البلدي، هحطها على النار يدوب بس تسيح، ولا هقدحها ولا هسخنها. تمام، هاجي بقى للدقيق بتاعي. عندي هنا 2 كيلو من الدقيق الابيض، طبعا متعدد الاستخدامات او مخصص كحك وبسكوت. ضفت عليهم 6 معالق كبار من السمسم المحمص، ولو محمصاه في البيت يبقى احلى واحلى. قلبت السمسم مع الدقيق، بعدين سيحت السمنة كده زي ما انتوا شايفين، ما سخنتهاش اطلاقا عشان تفضل محتفظة بالريحة بتاعتها. تمام، نزلت بقى بالسمنة بتاعتي على الدقيق، وبدأت ان انا ابس كده زي ما انتوا شايفين بالاسباتيول بتاعي، لغاية لما اوصل لعجينة ملزقة جدا زي ما انتوا شايفين كده. والسر كله بقى في بس الدقيق بالسمنة ده، هو اللي بيديكي كحكاية ناعمة جدا جدا. تمام، ركنته كده على جنب، وهجيب بقى السوائل بتاعتي. حابة تستخدمي لبن استخدمي، حابة تستخدمي مية استخدمي، بس الأأمن هو المية عشان يحافظ لي على الكحك بتاعي أطول فترة ممكنة. هجيب بقى السوائل بتاعتي، كوباية ونص من المية، حطيت عليهم معلقتين صغيرين ممسوحين من الخميرة الفورية، 4 معالق كبار من السكر الحبيبات، نص معلقة صغيرة من الملح. هدوب ده كله مع بعضه، وابتدي اقلب بيه على العجينة بتاعتي، واقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا مش عايزة اعجن كتير عشان ما ربيش عرق في العجينة بتاعتي، يا دوب انا بجمع كده المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين، عشان الكحك بتاعي ما يطلعش ناشف. ضروري جدا ما عجنش كتير. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، سهل جدا ما بياخدش وقت كتير. وقته طبعا في تشكيله عايز كذا ايد، طبعا كلنا عارفين الكحك. هنا كنت لميت العجينة كلها زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله حلو جدا جدا. هختبر بقى العجينة بتاعتي عشان اشوفها، لو محتاجة حاجة باخد كورة كده واكورها واشوفها، لو شققت يبقى هي لسه محتاجة سوايل معايا، لو ما شققتش يبقى هي تمام. هنا كانت العجينة معايا تمام جدا، ما شققتش خالص، مش محتاجة اي حاجة زي ما انتوا شايفين. تمام، هغطي بقى العجين بتاعي كده بكيس تلاجة مفتوح، وهجهز بقى الحشوات بتاعتي، وهبتدي اشكل الكحك بتاعي. انا من الناس اللي بحب اوزن الكحك بتاعي عشان كل الكحك بتاعي يبقى قد بعضه. تمام، بجيب كده الكحكاية او كرة العجين، بخليها 18 جرام، ما بكبرش صراحة عن كده عشان بحبها تبقى صغيرة كده قطمة والتانية وشكرا. تمام، بجوف العجينة بتاعتي كده، وبعدين احط فيها كرة الحشو.
بعدين بقفل عليها كويس جدا، ضروري جدا نقفل على الحشو كويس عشان ما تطلعش من تحت او من الجناب وتتحرق في الفرن. بعدين ببدأ ان انا ابططها تبطيطة بسيطة جدا جدا، وبعدين انقشها بالمنقاش. شفتوا النقشة؟ ولا العجينة بتلزق معايا في المنقاش ولا اي حاجة، ما شاء الله العجينة مظبوطة جدا. لو مش بتحبي توزني الكحك بتاعك، تقدري تعملي كرة العجين قد حبة عين الجمل كده. تمام. اهم حاجة تاخدي الكورة تنعميها كويس جدا بين كفوف ايديكي، وبعدين تجوفيها كده زي ما شفتي، وبعدين تحشيها بالحشوة بتاعتك وتقفلي عليها كويس جدا جدا، تديها تبطيطة بسيطة، وبعدين تبصميها او تعمليها بالمنقاش زي ما انت حابة. تمام، زي ما انت شايفة كده. نشوف كمان المحشي عجوة. بجيب كرة العجين كده، بجيب كده بجوف بالطول بصبعي زي ما شفتوا، وبعدين بقفل عليها كده بالطول زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اعمل المدور لحشوة الملبن، والمتاول شوية ده لحشوة العجوة. برضو يعني ما ببططش العجينة قوي قوي او الكحكية قوي قوي، عشان خاطر انا عايزة تبقى الكحكية كده زي ما بيقولوا واقفة على حيلها، ما تبقاش فرشة قوي في الصاج او واسعة قوي، لا بحبها صغنونة كده. وهعمل معاكم كمان نقشة ورق الشجرة دي حلوة جدا، والنقشة التانية دي من الكحك المتاول. طبعا النقشات والأشكال كتير، اعملي الشكل اللي انت عايزاه واللي تحبيه، وشاركي كده أولادك مع الحاجات دي، لأنها حقيقي بتحفر ذكريات حلوة قوي في عقول ولادنا، يعني بيفتكروها لما بيكبروا. ودي كمان نقشة تانية للكحك اللي بالعجوة. بحط صباع العجوة جوه العجينة بتاعتي، وبعدين بقفلها كده زي ما شفتوا، وبعدين ببتدي أنقشها بالشكل البسيط ده. لكم كمان الشكل بتاع ورقة الشجرة. بجيب كرة العجين بجوفها كده واحط جواها صباع العجوة، اقفل عليه كويس قوي عشان ما يطلعش من العجينة اثناء التسوية ويتحرق في الفرن. تمام. هديله تبطيطة بسيطة جدا، وهشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هبدأ انقشها بالمنقاش كده زي ما انتوا شايفين، تبقى حلوة جدا جدا. تمام. هحطها بقى في الصاج بتاعها. وهنا بقى كنت خلصت كل كمية الكحك بتاعتي. عملت المدور بحشوة الملبن وعين الجمل، وعملنا المتاول شوية بحشوة العجوة بالبندق، وعملنا المتبصم ده السادة. تمام. كنت بقى مسخنة الفرن بتاعتي على حرارة 160 للسادة، و180 بعده المحشي، عشان الحشو بتاعي ما ينشفش جوه. اول ما بياخد اللون الذهبي من تحت على طول بطفي وبشغله الشواية على الهادي، عشان تطلع تسويته هادية ورايقة زي ما انتوا شايفين. بيطلع الحشو بتاعه كده طري، والملبن طري ولا ناشف ولا اي حاجة. كمان نقشته ثابتة جدا عليه. كمان السادة اهو التبصيمة بتاعته بارزة عليه، ولا راحت ولا ساحت ولا الكلام ده كله. سبته بقى يبرد تماما على الصاجات بتاعته، وبدأت كده اغلفه بالسكر البودر بالشكل ده. بطحن كده شوية سكر بودر عندي في البيت، وبعدين احطهم في حاجة غويطة وابتدي اغلفه بالشكل ده. ما بحبش بصراحة اني ارش عليه بس كده من على الوش ومن تحت ما بيبقاش فيه سكر، لا بحب اعمله بالطريقة دي واحفظه عندي في اي حاجة معدن، ألمونيوم، ستيل، المتاح عندك. كمان السكر البودر ده اللي بغلفه بيه بيساعد في حفظ الكعك فترة طويلة، زي ما كانوا كده أهالينا وجداتنا وأمهاتنا بيعملوا زمان. تمام. هعمل بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، وهحفظها عندي. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وإن شاء الله تجربوا الكحك ويعجبكم. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين.